السلام عليكم. معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن مباراة الزمالك وغزل المحلة ومباراة النادي الأهلي ونادي البنك الأهلي. الحقيقة اللي هو النادي البنك الأهلي اللي هو بيمثل عقدة للنادي الأهلي، مش عارف آخر كام مباراة كل مباراة تعادل أو يبقى في مباراة رخمة كده على لاعيبة النادي الأهلي. يعني مش عارف لاعيبة النادي الأهلي كانت بتاخد المباريات بتاعة البنك الأهلي الماتشات اللي فاتت على أعصابها من ساعة لما البنك الأهلي صعد. بس انا عايز اتكلم بقى في البدايه عن مباراه الاهلي والبنك الاهلي، بعدها في النص التاني من الفيديو هنبقى نتكلم عن مباراه الزمالك وغزل المحله. اول حاجه هي نقطه تشكيله المباراه. يعني انا اول ما شفت تشكيل المباراه قلت مارسيل كولر نازل عايز يخطف المكسب، زي ما احنا ما متعودين. مارسيل كولر برضو بيبقى نازل في بدايه كل مباراه بيبقى معتمد ان هو يسجل هدف في اول المباراه ويرتاح بقى بعد كده، واللعيبه ثقتها في نفسها تزيد وتلعب على الهادي وما تبقاش مضغوطه في اللعب. وزي ما احنا ما قلنا هو مارسيل كولر بيبقى عامل النقطة ديت على طول، ان هو بيبقى عايز ينزل يخطف هدف ويريح المباراة ويريح لعيبته بعد كده. فالنادي الاهلي النهاردة او مارسيل كولر النهاردة ابتدى بالاربعة تلاتة تلاتة. الاربعة تلاتة تلاتة بتواجد في خط النص مروان عطية مع حمدي فتحي وإليو ديانج. اللي هو حمدي فتحي بما ان دور 8 نجح فيه، فليه بقى ما نلعبهوش مركز 10؟ يعني حمدي فتحي النهارده في ماتش النهارده كان بيقوم بدور محمد مجدي قفشه اللي عمله في الماتش اللي فات، ان هو في حاله الضغط، فقدان الكرة، وان وانت بتضغط بتتحول للأربعة أربعة اتنين، واللي كان قفشه بيبقى راس حربة تاني جنب محمد شريف في حالة الضغط. النهارده كان حمدي فتحي هو اللي كان راس حربة تاني بيضغط جنب محمد شريف. وكمان نقطة تانية هي تواجد مروان خالد عبد الفتاح باك يمين، واللي هو وجوده باك يمين ان هو يبقى الراجل اللي اداله فرصة برضو ان هو يشوفه كباك يمين. وشوفنا النهاردة طاهر محمد طاهر بيلعب ومحمد شريف بيلعب اساسي من الاول، وشوفنا ان الراجل رايح علي معلول وما لعبوش اصلا ولا في المباراة ولا اساسي ولا كبديل، ولاعب احمد نبيل كوكا باك شمال وان هو لاعب صاعد ويديله في قلب الملعب ويشوفه برضه، لان المباريات بتختلف عن التمارينات مهما كان التمارين مشابه للمباراة، بس اللي بيحصل في التمارين حاجة والمباراة حاجة تانية خالص. وطبعا رامي ربيعة كان جنب محمود متولي. رامي ربيعة اللي هو أداؤه في بداية المباراة ما كانش حلو. يعني رامي ربيعة لو هي لما تجيله الفرصة ويبقى عارف ان في لعيبة مصابة وان هو هيلعب 3 4 مباريات ورا بعض وما يأديش، ديت بقى مشكلة من اللاعب. لان اللاعب المفروض ان هو لما بيبقى لاعب مش اساسي ويعرف ان هو هيلعب اساسي المفروض بقى يستغل الفرصة ديت استغلال صحيح واستغلال جامد. يعني اللي هو ايه، ينزل بقى المباراة يعمل زي بداية جديدة لحياته او لمسيرته، ان هو يصالح الجمهور، يطور من اداء لعبه ويبقى مركز اكتر. هو اي نعم بعد كده في المباراة ركز اكتر وقدم اداء حلو في اكتر من كرة في الشوط التاني او من بعد اول نص ساعة، بس برضو رامي ربيعة بيبقى متهور في بعض الاحيان. ساعات بيبقى بطيء، يعني يا اما سريع بيبقى اسرع من المهاجم زيادة عن اللازم، يا اما بيبقى بطيء ابطأ من المهاجم برضو زيادة عن اللازم. فديت نقطة سلبية عند رامي ربيعة. وحاجة تانية اللي هي نقطة حمدي فتحي ومروان عطية. وللأسف النقطة السلبية في المباراة النهاردة إن مروان عطية، واللي هي النقطة اللي أنا كنت بتكلم عليها أصلا في الأساس، إن مروان عطية كان بيقوم بدور حمدي فتحي بتاع ماتش الزمالك، وحمدي فتحي ذات نفسه كان بيقوم بدور محمد مجدي قفشة بتاع مباراة الزمالك. فاللي هو انت عندك مروان عطية لعيب مميز جدا جدا جدا، وانا عارف وانتوا عارفين عنده ثقة في نفسه. الثقة بتبان لما اللاعب بيستلم الكورة. اللاعب بيستلم الكرة صح وبيلعب ولعب كرة عكس الملعب بوش رجليه كرة حلو، ده تدل برضو ان هو عنده ثقة في نفسه. بس المشكلة عندك في مروان عطية ان انا مش بحس ان هو ايه، مش حمدي فتحي بتاع ماتش الزمالك. يعني مثلا حمدي فتحي في ماتش الزمالك كان بيباصي باصتين ثلاثة وتلاقيه مثلا دخل في منطقة الهاف سبيس على طول. مروان عطية النهاردة في ماتش النهاردة مع البنك الأهلي بصل باصتين التلاتة وخايف يطلع لقدام. مش عارف هل هو مارسيل كولر هو اللي قال له خليك متحفظ أكتر. وحاجة تانية ان انا كان نفسي اشوف كريستو بيبتدي من البداية او ينزل كبديل
ان انت برضو تشوفه. وعلامة اعتقد يعني ان مارسيل كولر من ذكائه، واللي انا هنلقبه بقى بالثعلب، الثعلب السويسري، ان هو ما ابتداش بكريستو ولا كاساسي ولا كبديل، وان هو هيعينه لكاس العالم للانديه، ان هو يبقى مفاجاه، ما يبقاش المنافسين عارفينه او ما شافوهوش او يعني مش دارسين طريقه لعبه، فيبقى مفاجاه في كاس العالم للانديه. واللي يدل برضو ان مارسيل كولر مركز على كاس العالم للانديه، ان هو نزل بالتشكيل اللي احنا قلناه ده، وحاول وخطف الهدف. وبعد ما خطف الهدف، واللي هو جه عن طريق محمد شريف، واللي هو ان شاء الله بقى تبقى بداية جديدة لمحمد شريف، وان هو يرجع بقى محمد شريف الهداف المخيف، الحاجات الكتيرة اللي احنا بنقولها ديت، ولا افندي ولا باشا مش عارف بقى ايه والحاجات ديت، وقلب الاسد وسكارفيس. يعني عايزين الحاجات ديت ترجع تاني من محمد شريف، وان هو يبقى ايه، بتجيله الفرص يسجلها على طول، بس برضو ضيع انفراد النهارده. فبرضو في شغل من النادي الاهلي ومارسيل كولر عايزين نشوفه اكتر من كده. واللي يدل برضو على ان مارسيل كولر كان مركز على كاس العالم للانديه، هي نقطه التبديلات. انت عندك لما هو قرر ان هو يغير، كان مين اللي كان عنده على الدكه؟ نزل شادي حسين في اخر كام دقيقه، نزل بيرسي تاو برضو علشان ينزلوه في قلب الملعب وياخد اجواء المباريات. هو سواء كتشكيله اساسيه او كبدله، هو مارسيل كولر كان عايز يخلي اللعيبه بتاعته تاخد حساسيه المباريات، وان هو يبقى مدخلهم في اجواء اللعب، وان هو يشوفهم على ارضيه الملعب، بدل ما هو ايه، معتمد اكتر ان هو يبقى شايفهم في التمارين بس. فعلى سبيل المثال، عندك خالد عبد الفتاح في مباراتين مع النادي الاهلي لعب في 3 مراكز، لعب كقلب دفاع، ولعب كباك يمين، ولعب كباك شمال النهارده بعد لما احمد نبيل كوكا خرج، ونزل مين؟ نزل محمد فخري. والحقيقه محمد فخري انا مش عارف هو، يعني مش عايز برضه، هو لاعب لسه صغير وكده، يعني مش عايز اتكلم عليه باسلوب وحش شويه، بس هو محمد فخري مش بيقدم حاجه للنادي الاهلي. يعني سواء ان هو كان موجود من زمان، ومحمد فخري تقريبا دلوقتي عنده 22 سنة او 23 سنة، فاللي هو يعتبر مش لاعب صغير. انت عندك محمد فخري في المباريات اللي فاتت، لو لعب كأساسي مش بيقدم حاجة، ولو نزل كبديل برضه مش بيقدم حاجة. ففي المجمل النهاردة يعني اللي احنا عايزين نقوله، ان مارسيل كولر كان نازل عايز يخطف هدف، لان تركيزه الاول والاخير على كاس العالم للانديه، وان هو مش عايز يكشف اوراقه كلها. وشوفنا النهارده برضه ان هو نزل محمد مجدي قفشه وعمرو السولية كبودلة، ان هم برضو ايه، محمد مجدي قفشه ان هو ياخد له دقيقتين 3 نوعا من الاداء اللي هو كان بيقدمه في المباريات اللي فاتت، وعمرو السولية ان هو كان مصاب ومحتاج يرجع ايه، ياخد حساسية المباريات وكده. فسواء كتبديلات او كلاعيبة اساسية، زي ما احنا ما قلنا، هو مارسيل كولر كان بيعتمد على، او كان هدفه الاول والاخير ان هو يخطف الهدف ويريح لعيبته كده في الماتش، والماتش ما يبقاش على اعصابنا زي ماتشات البنك الاهلي بالذات، اصلا اللي هي بتبقى على الاعصاب لان هي فرقة رخمة مع النادي الاهلي. ونقطة ايجابية ان مارسيل كولر ايه، المنظومة واحدة سواء تغير، يعني العناصر اتغيرت بس المنظومة ثابتة زي ما هي، سواء حمدي فتحي لعب، مروان عطية لعب، عمرو السولية لعب، محمد مجدي قفشه لعب. انت يعتبر عندك 4 لعيبة هنا، مش عارف برونو سافيو مجربوش هنا خالص، مش عارف بقى هيجربه في كاس العالم للانديه ولا هيبقى معتمد عليه ان هو كجناح في كاس العالم للانديه. بس اللي انا عايز اقول عليه ايه، ان المنظومه ثابته والافراد بتتغير عادي. يعني عندك خالد عبد الفتاح قرر ان هو يجربه النهارده باك يمين بعد ما كان شاف محمد هاني طبعا باك يمين. عندك علي معلول فكر ان هو يشوف بديل ليه، اللي هو يجرب احمد نبيل كوكا. فانت ما عندكش لعيب بره على الدكه بديل لعلي معلول، او ما عندكش لعيب بديل لعلي معلول ينزل مؤثر، اللي هو لاعب يبقى خلاص بقى ياخد وقت بعد كده من علي معلول. الناشئين اللي عندك انت ما جربتش ناشئين بعدد كبير من الناشئين اللي عندك. مش عارف مصطفى سعد ميسي هل هو مصاب دلوقتي ولا ايه اللي حصل له، بس مش عارف، انا ما شفتش مصطفى سعد ميسي الا مش عارف في مباراة طلائع الجيش تقريبا، من مباراتين 3 كده كان نزل كبديل في مباراة وما كانش لحق برضه. فاللي هو في عناصر كتيرة في النادي الأهلي الواحد لسه ما شافهاش كلها، ولكن تبقى أهم ميزة في المباراة إن مارسيل كولر خد اللي هو عايزه من المباراة، وإن في منظومة لعب النادي الأهلي بيقوم بيها، أو لعبة النادي الأهلي بتنفذها في المباراة، سواء اتغير العناصر
فالمنظومة زي ما هي، فالقافلة تسير والمنظومة ايه ثابتة، وكل لاعب عارف هو مطلوب منه ايه دلوقتي ومطلوب منه يقدم ايه، وبيقدم اللي هو يعني بيقدم اللي مطلوب منه على اكمل وجه ممكن. وكمان في نقطة تانية بس برضو عايز اتكلم عليها، ان دور القيادة هنا اتحول، او في المباراة النهاردة بالذات اتحول لحمدي فتحي واحمد عبد القادر. فانت شفت قد ايه احمد حمدي فتحي هو اللي بيوجه اللعيبة، وهو يعتبر هو اللي بيتكلم في قلب الملعب. يعني المهمة ده كان بيقوم بيها عمرو السولية، بس علشان في حالة عدم وجود عمرو السولية شفنا وقد ايه كانت باينة قوي في مباراة النهاردة، ان حمدي فتحي في كل هجمة يقول افتح الملعب هناك باصي، ويكلم مروان عطية يقول له مش عارف افتح، وهكذا يعني. وعندك برضو التكملة ان احمد عبد القادر برضو عمل نفس الحكاية. فالمهم احمد عبد القادر محتاج ان هو يبقى مركز اكتر من كده. هو مباراة النهاردة قدم مباراة مميزة جدا، وانا ما اقدرش اقول ان في لاعب في النادي الاهلي ما قدمش مباراة حلوة، او ما عملش دوره، او ما نفذش التعليمات بتاعت مارسيل كولر. كل اللعيبة نفذت اللي مطلوب منها، ولكن بأقل جهد ممكن، واللي هو دوت طلبه مارسيل كولر في الأساس. فمارسيل كولر والنادي الأهلي خدوا اللي هم عايزينه من المباراة، وخدوا التلاتة بونت بعد الفوز 1-0. ونروح بقى لمباراة الزمالك وغزل المحلة. ولاعيبة نادي الزمالك قبل المباراة كانت نازلة عايزة تصالح جمهورها، عايزة ترجع للانتصارات من جديد، عايزة الجمهور اللي نام زعلان بعد مباراة الأهلي والزمالك عايزة تصالحه. واللعيبة كانت نازلة عايزة تقدم حاجة. والحقيقة اللعيبة نزلت عايزة تقدم حاجة، لدرجة ان هي كانت ضغط عالي جدا 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 جدا، لدرجة ان هم كانوا سايبين فدان لون اخضر وراهم، ما كانوش بيغطوا في الاماكن ديت. او المفروض ان انت بادئ المباراة لسه، انت في اول دقيقتين ما تبقاش مندفع قوي كده في الضغط. والحقيقه برضو لعيبه نادي الزمالك راحت باكتر من فرصه، راحت بفرصتين، شوطه بشمال زيزو شاطها فوق العارضه، والكره التانية اللي برضو زيزو شاطها بيمينه وطلعت جنب القايم اليمين للحارس. فنادي الزمالك كان نازل عايز يقدم حاجه، بس ما لاش تبقى مندفع قوي. يعني كان في اندفاع شديد قوي 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 من لعيبه الزمالك، وبالذات ان انت بتلعب غزل المحله على ارضها وفي اول دقيقتين. فما فيش داعي ان انت كنت تضغط عالي قوي وتسيب المساحه الكبيره قوي اللي وراك، واللي نادي غزل المحله استغلها وسجل الهدف الاول، وراح باكتر من فرصة وسجل الهدف التاني. واصبح لعيبتك بدل ما هي عايزة تنزل تسجل هدف يرجع لهم الثقة في نفسهم ويصالحوا بيه جمهوره، اصبح ان هم عايزين يسجلوا هدف التعادل والنتيجة 1-0 لغزل المحلة، بعدها دخل فيها الجون التاني، فاصبح ان هي عايزة تسجل هدف التقريص، بعدها هدف التعادل، بعدها هدف الفوز. فالامور اتصعبت اكتر على نادي الزمالك بسبب الضغط العالي جدا اللي الزمالك كان بيعمله في اول دقيقتين. فمش معنى ان انت تضغط عالي في بداية المباراة ان انت تبقى سايب المساحة الكبيرة قوي اللي وراك ديت. وانا كنت قلتها هنا قبل كده ان انت ما دام انت عايز تضغط عالي، المفروض يبقى عندك سرعة ارتداد للدفاع، وان انت تغطي المساحة ديت لو انت معرفتش تقطع الكرة. وللاسف نادي الزمالك ما قدرش ان هو يغطي المساحات او يقفل المساحات اللي ورا، وما قدرش ان هو يعمل ارتداد سريع من لعيبته. فانت النهارده فيريرا لعب بعمرو السيسي، وما لعبش بعمرو السيسي وما لعبش بدونجا، ولكن لعب بمحمد اشرف رؤى في كلاعب وسط. مش معنى ان انا قلت مثلا على عكس المباريات اللي فاتت ان انا قلت ان فيريرا خطأ كبير، وان 3/4 انديه الدوري المصري ما ينفعش تلعب بيهم قدامهم باتنين لعيبه 6 او اتنين لعيبه 8. لان فرق انديه الدوري المصري كده كده انت لازم تنزل كاهلي او كزمالك تفرض اسلوبك في اللعب، وانت اللي تبقى مباغت، وانت اللي تبقى الفاعل، والكلام ده كده كله. بس مش معنى ان انا قلت ان انت ما ينفعش تبتدي بعمرو السيسي ودونجا مع بعض ان انت ما تلعبش ولا بده ولا بده. هو المفروض واحد بس هو على الاقل هو اللي يبقى موجود يعني. فانا كنت شايف ان دونجا كان المفروض يبتدي من الاول. حاجة تانية ان انت رجعت لطريقة لعب التلاتة او الخمسة 3-2، او ال5-2-3، واللي هي بنسبة كبيرة بيبقى فيها مساحات في نص الملعب لو زيزو ومصطفى شلبي ما رجعوش يغطوا. لان انت عندك لما زيزو ومصطفى شلبي مش بيرجعوا يغطوا، بيبقى امام عاشور ومحمد اشرف رؤى لوحدهم في خط الوسط، في المساحة اللي في خط الوسط ده كده لوحدهم.
ده غير ان امام عاشور اصلا في بعض الاحيان مش بيرجع بالطريقه اللي امام عاشور كان بيرجع يدافع بيها زمان. فامام عاشور في بعض الاحيان كان بيسيب المساحه ديت كده كلها لرؤى، ورؤى برضو ما قدرش يتعامل معاها، ديت نقطه سلبيه. والنقطه السلبيه الثالثه ان انت ليه بقى بتلعب بثلاثه مدافعين؟ يعني احنا قلنا مثلا ان انت غيرت الطريقه، داخل لك على الاربع ماتشات اهو. فانت لما انت غيرت الطريقه ليه ما استقرتش مثلا عليها، وقلت انت تكمل بطريقه اللعب ديت ولعيبتك هتجيب بعد كده في الوقت، هتجيب وهتعرف تلعب مع الطريقه الجديده اللي انت يعتبر دخلتها عليهم في نص الموسم، لان انت كنت بادئ الموسم بالخمسة تلاتة اتنين او بالخمسة اتنين تلاتة، على حسب انت بتلعب بمصطفى شلبي ولا لا من البدايه. ولكن لما فيريرا قرر ان هو يصلح الامور ويلعب بالاربعه، مش عارف مصطفى الزناري مش في حالته خالص، ولما هو قرر ان هو نزل دونجا، ومش عارف ما عندوش بدلة ان هو ينزلوا ويحدثوا الفارق زي ما احنا ما اتكلمنا في الماتشات اللي فاتت. ونقطة تانية برضو كده على السريع الواحد عايز يتكلم فيها، هي نقطة لاعيبة النادي الزمالك، وان هم كانوا عندهم انانية زيادة عن اللازم. يعني انا لاحظت ان سيف الدين الجزيري عايز هو اللي يسجل الهدف، يبقى هو بطل الفريق عند جمهور نادي الزمالك، هو اللاعب اللي طلع الفريق من كبوة الخسارة والتعادلات، وهو اللي طلع الفريق من المرحلة السيئة ودخله ان هو بقى فاز وبقى في مرحلة جيدة. احمد سيد زيزو اي كرة بتجيله بقى بيشوطها بلا مبالاة شوية، يعني حاسس ان احمد سيد زيزو اول ما الكرة بتجيله بيسددها على طول من غير ما يركز او من غير اي حاجة. وامام عاشور برضه هكذا، اي كرة بقى معدولة على يمينه ومعدولة على شماله وفي لعيبة واقفة قدامه، ما فيش لعيبة واقفة قدامه، بيشوط وخلاص. فديت نقطة سلبية عند لعيبة نادي الزمالك، ان حسيت ان كل لاعب عايز هو اللي يبقى نجم الفريق، هو اللي يبقى ايه، طلع الفريق من المنطقة المظلمة للمنطقة المضيئة من لا شيء. مع ان لو كان في اداء جماعي من لعيبه نادي الزمالك اكتر من كده، كان نادي الزمالك ممكن يسجل اكتر من 3 4 اهداف. مع ان نادي غزل المحله قدم مباراه روعه في المساحات اللي نادي الزمالك كان سايبها في دفاعه، وبالذات في الشوط الاول نادي غزل المحله كان ممكن يسجل بتاع حوالي، يخلص الشوط الاول دوت 4-0 مثلا. يعني هم جابوا جونين، في جونين زيهم، جونين ضايعين من نادي غزل المحله. ده غير الشوط الثاني برضو ان هم راحوا بحوالي فرصتين ثلاثه، فالماتش كان ممكن يطلع بنتيجه كارثيه لنادي غزل المحله. فاللي انا اتمناه بقى ان نادي الزمالك يفوق تاني ويحاول يرجع لعيبته، ترجع لهم الثقه في نفسهم، وان هم يقدروا يفردوا شخصيتهم في المباريات الجايه. وبالذات ان انت داخل على دوري ابطال افريقيا، فانت محتاج تحدد مصيرك بسرعة. لو انت بقى كمجلس ادارة، سواء انت هتسيب فريرة، فانت تجدد فيه الثقة وتكلمه وتعرفه دوت بحيث ان هو يشتغل بأريحية اكتر من كده. او ان لو انت هتجيب مدير فني جديد، فانت المفروض تكون مخلص معاه، علشان خلاص الموسم قرب، ان انت تدخل المرحلة الحاسمة من الموسم، وان انت تشوف المدير الفني اللي انت هتجيبه دوت او فريرا اللي عندك، تشوف له انت هتجيب له صفقات ايه. فانت مش عارف هل فريرا طلب صفقات في الانتقالات الشتوية اللي احنا فيها ديت انت مجبتهالوش او اي حاجة. اللعيبة محتاج يتجدد لها دوافع، لان هي يعتبر هي فازت بالدوري المصري السنة اللي فاتت واللي قبليها، فعندها تشبع شوية. يعني سيف الدين الجزيري النهارده اول ما جت ضربة الجزاء بيحتفل ولا كأنه جاب هدف. فالنادي الزمالك فاز فيه في الدوري، ولا فاز في دوري ابطال افريقيا بالهدف ده او بضربة الجزاء ديت. فالنادي الزمالك في انانية من اللعيبة مبالغ فيها، وكانت في المباريات اللي فاتت في تكبر كبير من لعيبة نادي الزمالك. وفي الاخر ما قدرش نادي الزمالك يسجل هدف التعادل، والمباراة خلصت بفوز نادي غزل المحلة 2-1. وهو دوت كان كل اللي عندنا عن مباراة الزمالك وغزل المحلة والنادي الاهلي ونادي البنك الاهلي. اتمنى بقى ان انت تشير في كل مكان، وتحط لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. بس كده، سلام.